السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض القرنبيط. دي حلة مية أنا حطيت فيها معلقة كمون ومعلقة ملح وحطيت فيها شوية لبن وسبتها تغلي. أقول لكم هنعمل إيه مع بعض. دي قرنبيط أهي، هنقطعها تقطيع كبير وبعدين تقطيع صغير. يعني هنطلع الوردات دي كل وردة لوحدها وبعدين نصغر بقى على ما احنا الحجم اللي احنا عايزينه. احنا نطلع الاول كل ورده لوحدها بعدين اهي، وبعدين نصغر زي ما احنا عايزين. انا بحب الحجم ده جدا، انا بحبهاش اكبر من كده عشان تبقى ناشفه وحلوه معايا. طيب الكبير بقى معانا هنصغره الحجم اللي احنا عايزينه زي ما قلنا كده. ده كويس جدا، انا مبحبوش اكبر من كده. كويسه دي كويسه. انا ما بحبهاش كبيره خالص، يعني اللي محتاجه تتقطع بقطعها واللي مش محتاجه تتقطع ما بقطعهاش، علشان انا ما بحبش القرنبيط الكبير. بعدين كل ما تصغري الحجم كل ما ينشف معاكي. وكده احنا بنطلع كل ورده لوحدها. شايفين الحجم؟ انا ما بحبش الراس الكبيره من فوق. بس اول ما تغلي كده عدي 5 دقايق بالظبط واطفي عليها. كده تمام قوي يا اخواتي. هنشيلها من هنا على ميه ساقعه على طول عشان نوقف سواها، عشان ما تستويش اكتر من كده ولا تتهري.
عايزه تختبري سواها بشوكه اهي كده، سواها حلو جدا. 5 دقايق بس يا دوبك في الميه، اول ما الميه ما تغلي كده تمام. هنا للخلطه معانا هنا 4 بيضات عشان القرنبيطه بتاعتي كانت وسط كده، ما كانتش كبيره. معانا كوبايتين دقيق، ربع كوبايه نشا، كوبايه لبن دافيه، وهناخد معلقه خل. وهنا حاطين كزبره على شبت، بقدونس لا، عشان البقدونس ما بيخليش طعمها حلو. الكزبره طبعا بتدي طعم وريحه جميله، وشبت. ومعانا هنا التوابل، معلقه صغيره كزبره، معلقه صغيره فلفل اسمر، معلقه كبيره كمون عشان القرنبيط يروح الكمون، معلقه كبيره ملح، معلقه صغيره شطه للي بيحب الشطه، معلقه توم، معلقه بيكنج باودر عشان يبقى هش كده وجميل. ودي مرقه خضار للي حابب يحطها، اللي مش حابب خلاص مش مهم. وده كركم، معلقه كركم صغيره عشان خاطر يدي اللون الجميل اللي احنا عارفينه. نيجي بقى للطريقه مع بعض. بسم الله. اول حاجه البيض بتاعنا نضربه كويس في بعضه لحد ما يفك خالص، تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل عليه بكوبايه اللبن، كوبايه لبن دافيه، نقلب برضو. بعدين ننزل بحوالي معلقه كبيره خل، بعدين ننزل بالتوابل بتاعتنا كلها. بعدين ننزل بالخضرة، بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل اهي ربع كوباية نشا، ربع كوباية نشا. بعدين ننزل بالدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ما شاء الله، احنا مش عايزينه خفيف ومش عايزينه تقيل، عايزينه مظبوط. شايفين هو كده قوام مناسب جدا وجميل جدا. نبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد ونحط في الخلطة. بس بس النار ما تكونش عالية قوي علشان خاطر ايه ما يتحرقش معانا وما يكونش استوى.
شايفين يا حبايبي؟ شايفين الجنون كمان؟ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. شايفين الجمال؟ تمام، مقرمش وجميل جدا ما شاء الله. بعد ما خلصت اهي وصلنا حلو جميل جدا. انا بس طبعا مش دي كل الكميه، انا عملت الكميه بس اللي هناكلها، قدمتها مع بطاطس وطبق سلطه خضراء جميل. جربوها ان شاء الله يعجبكم.